السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أهلا وسهلا بحضراتكم. احنا عندنا موضوع النهاردة غاية في الجمال، غاية في الروعة. النهاردة مش جاية أقول لكم أي كلام وخلاص، ولا جاية أقول لكم كلام جديد، ولا جاية أشرح لكم حاجة متعقدة. أنا جاية أفكركم بحاجة بسيطة قوي بس عظيمة جدا فوق ما تتخيلوا. احنا عندنا يا جماعة كنز، وللأسف احنا مش بنستغله. عندنا باب مفتوح لنا من أبواب الرزق والفرج والراحة والسكينة، وللأسف احنا سايبينه. الصلاة على النبي يا جماعة. انت متخيل كده انك لما تقول اللهم صلي وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ربنا بيصلي عليك 10 مرات؟ يعني ايه؟ يعني ربنا بيرحمك وبيذكرك وبيفتح لك أبواب رزق ممكن تكون متقفلة، بيفرج همك وبيمسح ذنوبك، بيديك أضعاف مضاعفة أكتر ما بتتمنى. عارف الحديث اللي بيقول من صلى علي واحدة صلى الله بها 10؟ تخيل كده مرة، كل مرة تقول اللهم صل على النبي ربنا بيصلي عليك 10 مرات. مش بس كده، الصلاة على النبي سبب في تفريج كل الكرب، سبب في ان دعائك بيستجاب. سيدنا عمر كان دايما يقول ان الدعاء موقوف ما بين السماء والارض، لا يرفع منه شيئا حتى تصلي على النبي. يعني الدعاء بيبقى متعلق كده مستني ان انت تصلي على النبي علشان يوصل. يا جماعة وانتوا قاعدين في شغلكم، وانتوا قاعدين في المواصلات، لو قاعد في بيتك قبل ما تنام، لو انت مهموم او حتى فرحان انت مش عارف هتقول ايه، صلي على النبي. صدقني هتشوف الفرق، لان الصلاة على النبي عليه افضل الصلاة والسلام نور وراحة، فيها رزق وفيها سعة، فيها حاجات والله جميلة قوي فوق الوصف. واجمل كمان ما فيها انها اسهل عبادة، بس اجرها ملوش سقف تقف عنده. خليني اقول لك من النهاردة، تعالى نبدأ مع بعض عادة يومية. تعالى نخصص وقت نصلي فيه على النبي كتير، ابسطها 100 مرة في اليوم، بس يكون من قلبك، بالله عليك من قلبك. جرب كده اسبوع، شوف ربنا هيعمل معاك ايه. هتحس بفرق حقيقي والله، هتحس بفرق في قلبك، في رزقك، في دعواتك. هتحس ان في حاجة اتفتحت كده انت مش عارف هي جاية منين. اياك تفكر انك لما بتصلي على النبي، النبي هو اللي بيستفاد. لا، ده انت اللي بتتشال فوق، بتتغسل من ذنوبك، بتقرب من ربك سبحانه وتعالى، بتتعلق بقلب سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. هو دلوقتي شغال بيستغفر لك ويدعي لك في قبره. والله النبي قال حياتي خير لكم ومماتي خير لكم، تعرض علي أعمالكم فما رأيت من خير حمدت الله عليه، وما رأيت شر استغفرت لكم. يعني النبي شايف عملنا، ولما بيشوفك بتصلي عليه بيستغفر لك. الله يجازيك خير، يا بختك والله. في آخر الفيديو اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، عدد ما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. يا رب صل على النبي محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. يا رب اجعل قلوبنا عمرة بحبه، وألسنتنا دايما بتنطق بالصلاة عليه. يا رب اجعلنا من أهل الشفاعة. يا رب اجمعنا بيه في الجنة على حوضه، واسقينا يا رب من ايده الشريفة شرب هنيئة لا نظمأ بعدها أبدا. وصلى اللهم وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تدوس لايك واشتراك لزيادة الأجر، وعلشان يوم الخير وناس كتيرة تتفرج على الفيديو ويكسبوا ثواب الصلاة على النبي. صلي على من أمرتم بالصلاة عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.